السلام عليكم. في عندي موضوع هيك سريع، بس بدي أعلق عليه. بدي أحكي إنه أنا يعني حرام عليكم يا ناس. يعني أنا صرت أقعد على الفيسبوك، عندي شاشة اللابتوب عندي أو الموبايل، صارت شاشة لزجة. يعني من كثر ما صرت أدخل على الفيسبوك أدخل أتف على الناس، بس أقضيها أتف أبزق عليكم، مش عليكم. يعني أنتوا بتتفرجوا الناس اللي الحين أنا بدي أحكي عنهم. ناس طيران الروسي، مش عارف صار له قديش بيقصف في سوريا، واكثر من 200 شهيد طفل في سوريا. ما شفنا ولا اخبار، ما شفنا الناس الدردقت، وحرام والله يرحمهم. بس لما الطيران الروسي توقع طيارة سفر بالغلط في سيناء واللي فيها بيموتوا، صار الحين العرب صاروا انسانيين، صار حرام والله يرحمهم الروس، صاروا اكوس ناس بوتين وجماعته. يا زلمه، شو اللي اكوس ناس يا زلمه؟ ليش بضلك تيجي تحكي لي اللي بضلك تقول كل خرا؟ لانك خرا يا زلمه، ما انت خرا يا زلمه. هذا بطل يشتغل عند العرب، هذا بطل يشتغل، هذا في ذنب حمار. هان الناس بطلت تفكر. والخليجيين هذول العرصات يا زلمه، ما هي سوريا. تعرفين ايش سوريا؟ خلاص يعني الحين سوريا صارت كخة بالنسبة لكم. نسينا يا عرصات انه ما في صيف بمرق عليكم الا وبتروحوا على سوريا. يا زلمة عندنا في فلسطين صرنا نحكي انه الحمد لله انه انتم بتقدروش تفوتوا عنا اريح. يا زلمة قول عاطي قلعتكم. يا زلمة، اخر اشي انا ممكن احكي لكم اياه في النهاية هو انه انا اقول لك انت وياه